نص الملعب مره ثانيه يضغط رجب نبيل. ادي هنا الهجمات المرتده. ملوده حطها ناحيه اليمين، اتحرك فيها ايمن عادل، والله كريم ممدوح، كريم واحد ضد واحد، ثلاث لعيبه جوه 18 ممكن يبقى فيها خطوره. ارتقاء مره ثانيه رمزي يلمس فتره كده وزامل تيري هنري وبنزيما وسمير ناصري وريبيري في منتخب فرنسا، عنده 35 سنه، بيلعب ناحيه الشمال، جالهم كده من نادي هندي، بيلعب في دينامو دلهي في الدوري الهندي، برضه ما عندهمش كوره لكن هو اسمه كبير مفيش كلام. ملوده حطها حلوه جوه، هدف اول محمود علاء، هدف اول لمحمود علاء، ارتقاء عالي جوه 6 يارد، ارتقاء عالي من محمود علاء، هدف اول بيجيب جول محمود علاء في وسط 3-4 لعيبه من نادي الزمالك، بيعمل ارتقاء في الدقيقه 12. وادي دجله بيتقدم للنادي وادي دجله. ادي مره ثانيه عرضيه معموله حلوه قوي، الركنيه الراجل طالع لوحده في وسط 3 لعيبه وحطها على شمال احمد الشناوي. طبعا عدم هنا تركيز منه، موجود بره مصطفى فتحي وموجود ايمن حيسي، اثنين من اللعيبه المميزين مع نادي الزمالك على دكه البدلاء. محمد حلو بيكلم هنا لعيبته بيقول لهم لازم حد يقطع جوه ال 18 عند نقطه البنالتي كده، ده كلام ملوده ليهم. حطها حلو ولكن يطلع مره ثانيه احمد توفيق، فيها دفعه وفاول لمصلحه نادي الزمالك. ادي بيتكلم هنا سعيد حمزه، اول مباراه ادارها في تاريخه التحكيمي كانت مباراه المصري والشرطه لملوده رقم 15 فلوران ملوده صاحب 35 عام. ايمن عادل لمصطفى جلال، ياخد نفسه مصطفى في الملعب لملوده، ملوده على البدايه يستنى جوه 18 العربيه عرفات سام عرفات مره ثانيه ملوده يا سلام يغسل يلعب الناحيه الثانيه رؤيه كويسه قوي ملوده ممدوح طلع من عملها عرضيه حلوه على القائم الاول لكن يطلع محمود علاء استلام من ملوده. يا ولد يا لعيب حلو ملوده، خدها لنفسه كويس قوي. ملوده حط راجل في ظهره يقف على الكوره. ملوده مره ثانيه حط جسمه كده بخبره يفتح الملعب ناحيه اليمين. اسكندريه هم اللي اكتشفوا حكم اللقاء سعيد حمزه. ملوده عايز يلعب العرضيه، حطها على حدود خط 18 تعدي الناحيه الثانيه فيها خطوره مش ممكن شيكابالا يضغط عليه لكن تمريره ملوده الراجل بيستلم بدون اي ضغط لوحده تماما، مفيش اي ضغط من لعيبه نادي الزمالك. عرفت ملوده تولت منه الكره لكن يا سلام دي ودار يقطع في فلوران ملوده الفرنسي. هل سيكون اول هدف ليه ملوده في الدوري المصري؟ هنشوف. ملوده لاعب منتخب فرنسا السابق في مواجهه احمد الشناوي. ضربه جزاء ملوده بره بترتدم بالعارضه، عندهم فرصه انهم يكسبوا لكن لغايه دلوقتي مفيش اي تعديل عملوه الاثنين مديرين الفنيين. الكابتن محمد صلاح نجم مصر نادي الزمالك انضم في الفتره الاخيره في معسكر اسوان. ادي ملوده هل هيفكر في التسديد ولا ايه؟ قرب وفيها دفعه وبياخد فاول، دفعه من عمر جابر في مكان مميز جدا لمصلحه وادي دجله. دفعه ادي ملوده قدامنا، الراجل ضيع ضربه جزاء وادي هنا دفعه باينه وواضحه وفوق دوران عايز ياخدها لنفسه. مشكله هنا الهجمات المرتده. ملوده عدى ملوده ناحيه اليمين تولت منه الكره ضغط عليه قطعت توصل لحظه الثابته لعبها برجل الشمال. ملوده عملها على القائم الاول لكن تطلع مره ثانيه خط ظهره وتطلع رامي التماس. ادي بدلاء نادي الزمالك على يميننا قدامنا بيجروا عمليه الاحماء. لسه نادي الزمالك باين له تغيير. مصطفى جلال ملوده لمصطفى جلال، مصطفى عايز ياخدها لنفسه تولد وتطلع ضربه مرمى. ضربه حره مباشره يلعبها ملوده. ادي قدامنا لوران ملوده وعلي جار. لا والله الرقابه جوه ال 18. ملوده حطها جامده جدا الناحيه الثانيه. رجب نبيل تترد جوه ال 18. مصطفى جلال حماده طلبه. مصطفى طلعت لعب كويس قوي ولا اروع من كده بيحطها ناحيه اليمين. حسام عرفات ملوده ياخدها لنفسه عرضيه برجل اليمين مش على عدلته وبياخد ركنيه لمصلحه وادي دجله. دي الركنيه الرابعه والخامسه، الركنيه الخامسه لمصلحه وادي دجله. ادي علي جبر قدامنا وملوده يلعبها برجل الشمال. ملوده
حطها على القائم الاول لكن فيها دفعه مع علي جبر تتردد في وسط الملعب. هنا 3-1. كل التوفيق لمحمد عوده في الفتره القادمه. طلع الجيش والنادي الاهلي تعادل سلبي. معروف يوسف عاملين مباراه كبيره جدا النهارده. مالوده حطها في راس رجليه على حدود